You can ask the flowers. I sit for والله يا عزيزي المشاهد، احنا شفنا دور الثمانية واتفرجنا عليه وشفنا مباريات قوية فيه وشفنا أفضل التكتيكات اللي شفناها في أرضية الملعب والمنافسة والشراسة اللي كانت موجودة في أرضية الملعب بين الفرق في من الناحية دي أو من الناحية دي. شفنا كمية متعة في الدور الثمانية، ودلوقتي داخلين على نصف نهائي كأس عالم للأندية. يعني متعة، يعني دلوقتي كده احنا دخلنا يا قاتل يا مقتول، يعني كده خلاص خلصت. والنهاردة احنا هنتوقع سوا مين هيكون موجود في نهائي كأس عالم للأندية نسخة 2025. بس قبل أي حاجة ما تنساش دلوقتي تنزل تعمل لايك، تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا. الأول كده نيجي على جنب ريال مدريد. أول حاجة خط دفاعنا، انتوا جاهزين؟ عم فران جارسيا، انت جاهز؟ انت جاهز اللي انت داخل عليه؟ انتوا داخلين على مدعكة، داخلين على فريق ما بيقفش. اقسم بالله احنا لو وقفنا ثانية الفريق ده مش فاهم في ايه. جاهزين؟ جاهز يا عم فران؟ جان لباركولا ولا كفاراتسخيليا ولا ده جاهز لديزني؟ انت جاهز للناس دي يابا؟ انا واثق ان فريقنا بوم، انا واثق ان الفريق بتاعنا معدي. بس انتوا جاهزين؟ انتوا جاهزين اللي احنا داخلين عليه ده؟ انا كنا بنتمنى في الماتش ده وانا قاعد بتفرج مستني طرد تالت لاي حد ايا كان، بس جت طرد الواحد قاعد دكه وواحد اساسي. بس ربنا يستر. انتوا جاهزين للي انتوا داخلين عليه ده؟ انا عايز اطمن على رجالتنا، احنا جاهزين ولا ايه؟ عم تشافي الونسو انا عندي ربع ثقه فيك، بس مش عندي ربع ثقه في ولاد احنا في ماتش البايرن شفنا عيال بتقع، عيال بتتساقط كده من كتر الرزع والجري. العيال ما بترحمش. انتوا واثقين يا رجاله؟ عم تشافي، عم تشافي ابوس ايدك. بس نرجع ونقول برضو على فران جارسيا، الماتش اللي فات كان جامد، كان مأدي وعامل اداء قوي. ايه الشغل ده يا ملك؟ ولا كاريراس يلزمني، كاريراس مين؟ ولا نونو مندش يلزمني. ايه الشغل ده يا ملك؟ 20 دقيقة 24 دقيقة 4 تمريرات على المنطقة، والفضل يرجع للجوهرة بتاعتنا دين هاوسن. وكمان ما تنسوش ان احنا داخلين الماتش الجاي من غيره، يعني صباح الفل احنا داخلين الماتش باريس سان جيرمان قدام الوحوش اللي هنقابلها دي، ومفيش عندنا قلب دفاع. تخيل. هو لازم، هي مش لازم تمشي، هي مش لازم تسلك كده ما تلاقيهاش سالكه. كنت شفت اول فيديو لينا في دور الثمانيه، انا قلت ان ما ينفعش ريال مدريد بطولته تبقى سالكه، لازم أن يحصل عقبه في الموضوع. بس نرجع ونقول على فران جارسيا، انا كنت حاسس ان الواد ده مطرب، وتشافي الونسو جه شويه حلاه شويه ميه كده فاهم، خلاه فاق تاني، خلاه مش عارف الواد ده حصل له ايه. ايه ده يا ملك؟ ايه الشغل الجامد ده؟ بس هنيجي من الجانب بتاع باريس سان جيرمان، انا مش متفائل. حرفيا مش متفائل. الفريق قوي جدا، فريق باريس سان جيرمان الموسم ده انريكي عامل كتيبه ملهاش حل، عامل فريق ملوش حل حرفيا. انت معاك يجي اتنين في الفريق مرشحين للبالون دور، حكيمي وديمبلي. انا مش فاهم الفريق ده احنا هنعمل قدامه ايه في الماتش الجاي. بجد فريق او المنظومه اللي انريكي عاملها في باريس سان جيرمان فعلا عيال او شباب قويين جدا في ارضيه الملعب. وعندنا برضو في ريال مدريد، انا كل ما الواد ده يجيب جون ببقى عايز اشتم الحاج انشيلوتي بكميه شتيمه. هو ليه يا ابني؟ ليه ده يقعد دكه؟ احنا ما كانش اصلا في الموسم بتاع انشيلوتي كله ما كانش عندنا مهاجم، ما فيش عندنا مهاجم، كنا بنلعب اي حد مهاجم. كامافينجا لعب مهاجم، فالفيردي لعب، كل الناس دي لعبت مهاجمين. طب ما انت عندك اهو، ما انت عندك شخص، عندك واحد بيعرف يلعب بدماغه وبيجري في المساحات وبيعرف يعدي وجئر. كل الكلام ده موجود في المدافع المهاجم بتاعنا ده. طب ليه ما كانش موجود؟ ليه؟ ده احنا من اول تمرين لريال مدريد، اول تمرين لتشابي الونسو الواد ده كان موجود في التدريبات. تشابي الونسو انا اول مره يشوفه اهو، يعني تشابي الونسو دخل النادي اول تمرينه ليه جاب غونزالو جارسيا، يعني اللي هو الراجل بسم الله دخل كده جاب الاثنين ناشئين او ثلاثه، ومنهم الواد ده يعني اقوى المهاجمين دلوقتي اللي موجودين. الواد بيلعب بدماغه كويس، التحامات قوي، بيجائر، بيطلع على الكوره، بيجري وبيحاول على الكوره، مش من المهاجمين اللي مثلا الكوره ضاعت منه ما يحاولش فيها تاني. لا وكمان ايه، انا بحب المهاجم المرزق. هو مرزق، انا بصراحه هو مرزق، انا بحب المهاجم ده. يعني انا بحب المهاجمين المرزقين اللي هو تبقى ماشي كده الكره جول، الكره جات له جول اروح بيها واجيب جول. وبحب برضو اللي هو المهاجم اللي هو القوي اللي فعلا الكره جات له مش مرزق بس، الكره جات له بيحاول يعمل منها الفرصه او الخطوره على الملعب. الواد ده لعب 5 ماتشات، كل ماتش هيجيب جون يعمل اسيست. انت متخيل مهاجم 5 ماتشات ليه، اول 5 ماتشات ليه يجيب في كل ماتش جون او يعمل اسيست في الماتش اللي ما يجيبش فيه جون؟ دي حاجه مش موجوده دلوقتي. فانا توقعي من ماتش باريس وريال مدريد ان الماتش ده هيخرج تعادل وهيلعبوا اكسترا تايم، وممكن توصل لضربات جزاء، لان الفرقتين حاليا في مستواهم التوب. يعني الفرقتين دلوقتي الاداء بتاعهم عالي، انا متخيل او من اللي انا شايفه من المباريات اللي اتفرجناها للفريقين ان الماتش ده هيخرج اكسترا تايم، هيتلعب في اكسترا تايم، يعني هيتلعب في اكسترا تايم. طبعا زي ما احنا عارفين لو تلعب ركلات جزاء، فركلات جزاء دي اسمها ركلات الحظ، فهنشوف بقى. بس انا توقعي ان الماتش ده هيوصل للاكسترا تايم.
وصل اكسترا تايم وحد كسب ده تمام، وصل اكسترا تايم وخلص على الاكسترا تايم ولعبوا ضربات جزاء فدي بتاعت الحظ بقى. طبعا اتمنى وصول مدريد، يعني انا كمدريدي اتمنى وصول مدريد. ما انكرش ان الشغل الجامد اللي عامله انريكي ان هو يستحق، بس طب مدريد طبيعي ان مدريد، انا عايز مدريد توصل. وكمان دي هتكون اول بطوله لتشابي الونسو مع النادي، يعني هتكون اول بطوله ليه، يعني اول حاجه دخل مع النادي دخل كاس عالم للانديه، يبقى هو دي اول بطوله ليه ان هو ياخدها. فهنشوف يا رب تكون مش سهله وما يحصلش اي حاجه زي البطوله وتمشي سالكه. في الناحيه التانية عندنا تشيلسي وفلومينينسي، طبعا عارفين ان هما الفرقتين فريق برازيلي وفريق من انجلترا. الفرقتين متفوقين تكتيكيا، يعني التكتيك بتاع الفرقتين قوي جدا، بس انا مرجح ان الفوز هيبقى تشيلسي 2-1 زي المباراه اللي قبلها، بسبب ان تشيلسي متفوقه تكتيكيا وبتلعب من العمق اكتر. وبرده في مشكله قدام هتواجه تشيلسي، ان فلومينينسي عندهم دفاع صلب ودفاع قوي جدا وبتمركز صح في ارضيه الملعب زي ما شفناه في المباراه الاخيره. فلومينينسي عندها دفاع صلب جدا، وده هتكون نقطه معقده امام تشيلسي. طبعا تشيلسي احنا عارفين ان هو بيستحوذ على الكرة كتير وعنده تنظيم هجومي منظم اكتر من فلومينينسي، فالخطوره هتبقى اعلى لتشيلسي. من اقوى تنظيم الهجومي اللي موجود في البطوله هو تشيلسي، عندهم نظام هجومي طبعا بالمر، وعندهم ناس كتير في الهجوم خطيره وممكن تعمل خطوره قويه جدا على فلومينينسي، خصوصا في بدايه المباراه. فلومينينسي زي ما قلنا عندهم دفاع قوي جدا بقياده طبعا دياجو سيلفا، مهاجمين قادرين على التحرك السريع، ده في نقاط القوه اللي عند فلومينينسي، وهنشوف مباراه قويه. بس انا توقعي المباراه دي وصول تشيلسي الى نهائي كاس عالم للانديه. هنشوف بقى هيقابل من العتاوله التانيين، يا باريس يا الريال. وفي نهايه الحلقه كده عايزك تنزل في التعليقات وتقول لي تتوقع مين هيوصل للنهائي، ريال مدريد ام باريس، والناحيه التانيه تشيلسي او فلومينينسي. انزل قول لي رايك في التعليقات، وقول لي هل رايك في توقعي، هل فعلا النتيجه هتخلص بين تشيلسي وفلومينينسي 2-1 لتشيلسي، وريال مدريد وباريس سان جيرمان هل هتخلص برضه بالوصول الاكسترا تايم وساعتها يلعبوا ضربات جزاء، ولا الماتش هيتحسم في الاكسترا تايم؟ كل ده تنزل تقول في التعليقات، وما تنساش اهم حاجه اللايك، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.